مش اي قرص تبقى طريه وفلاحي، القرص بتاعتنا النهارده غير اي قرص عملتيها قبل كده. اول ما تفتحيها هتلاقيها هش وقطنيه زي السحاب كده، وطعمها بالسمنه البلدي هيفكرك بالقرص الفلاحي بتاعت زمان، لونها ذهبي من بره وطراوه رهيبه من جوه. والغريبه بقى انها بتقعد اكتر من يومين محتفظه بطراوتها دي، وبتنفع كمان مع الجبنه والعسل والمربى او لوحدها مع كوبايه شاي. يلا بينا نبدأ، بس اذا كنت اول مره تشوفيني اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان توصلك كل اشعاراتنا بفيديوهاتنا الجديده. معايا هنا كيلو من الدقيق العادي متعدد الاستخدامات، نخلته وهنزل عليه بكيس من الخميره الفوريه. انا الخميره بتاعتي هنا مش محتاجه ان انا اختبرها في ميه دافيه وسكر، لان انا واثقه فيها، فهنزل بيها على طول على الدقيق، فمش محتاجه ان انا اختبرها. تمام. هنزل بعد كده باربع معالق كبار من السكر، 4 معالق كبار ممسوحين. هنا بقى لو حابه تضيفي شمر وينسون ممكن معلقه صغيره من كل نوع، انا عملتها قبل كده بالشمر واليانسون فقلت اغير. هنا بقى هنزل بنفس المعلقه الكبيره اللي انا عملت بيها السكر او عيرت بيها السكر، هنزل بيها بمعلقه كيك شيف او بيكنج باودر، اي حاجه موجوده عندك المتوفر، بيكنج باودر او كيك شيف. معلقه كبيره برضو ممسوحه زي معلقه اللي عيرت بيها السكر، هنزل بيها على الخليط بتاعي او على الدقيق بتاعي. هنا بقى احتاج ان اقلب كل الخليط ده ميكس مع بعضه كده، هقلبه بايديا، دي مواد جافه كده بخلطها بايدي، الموضوع مفيش اسهل من كده. هنا بقى جه دور المواد السايله. هنا معايا 3 كوبايات ونص من اللبن الرايب. لو ما عنديش لبن رايب ممكن لبن حليب عادي خالص، بس اللبن الرايب يفضل طبعا افضل. هنزل ب3 كوبايات ونص بما يعادلوا 650 جرام. 650 جرام ليه؟ علشان ده كل السوائل اللي معايا للكيلو، انا مش حاطه اي سوائل تاني غير 650 جرام لبن رايب. حابه تخليها كوبايتين من الحليب الرايب وكوبايه ونص من الميه الدافيه مفيش مشكله خالص، بس اهم حاجه كميه السوائل كلها تكون 650 جرام سواء حليب او ميه، ولازم الرايب يكون بدرجه حراره الغرفه مش من التلاجة. تمام كده. هكب الباقيين كده بالظبط ال 650 جرام اللي هي 3 كوبايات ونص معايا. هبدأ بقى ان انا اعجن كويس خالص خالص، لازم اعجن كويس واخدم على العجينة جدا، مش اقل من 10 دقايق او ربع ساعة عجن. لازم اخلي العجينة زي الملبن في ايدي. هوصل معاكم شايفين؟ خلينا نلاحظ ان انا بلم كل الحواف او كل الدقيق علشان كله يتلم ويتعجن كويس جدا. شايفين؟ اهم حاجة في طراوة العجينة دي او القرص دي العجن الكويس. هنا خلاص اتعجنت كويس وبتلزق في ايدي، هنزل بقى بالمادة الدهنية. المادة الدهنية عبارة عن ايه؟ كوباية الا ربع من السمنة على الزيت، نص كوباية من السمنة وربع كوباية من الزيت، بما يعادل بالجرامات 125 جرام من السمنة و50 جرام من الزيت. انا هنا عجنت وخلصت وخلاص ايدي طلعت، وشايفين من كتر العجن وخدمت عليها كويس طلع العجينة زي السلايم في ايدي. شايفين؟ طرية جدا جدا زي الملبن. شايفين عاملة ازاي؟ تمام كده. هسوي بقى الوش، وهبدأ ان انا احط عليها كيس تلاجة وفوطة واسيبها بقى تختمر. المفروض من نص ساعة ل45 دقيقة علشان احنا في الصيف، لكن في الشتاء بتبقى ساعة ساعة بالظبط، وبدفلها الفرن كمان، لكن علشان احنا في الصيف اخدت 45 دقيقة وطلعت بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. قمة في الجمال، مختمرة جدا، الخميرة مختمرة كويس جدا ومتفاعلة كويس جدا، زي ما انا قلت لكم قبل كده في الاول ان انا واثقة في الخميرة بتاعتي الفورية. هلمها بقى بايدي كده، وهبدأ ان انا اخد نص العجينة بالظبط على مفرش سيليكون علشان اقطع كمية الاقراص قد بعضها، يعني حجم القرصة تبقى قد التانية، كل قرصة قد التانية. دي نص الكمية، دي نص كمية العجين بتاعتي، هقطعها على قد ما اقدر قطع صغيرة مش كبيرة. وعايزة اقول لكم لما بتختمر بتطلع حجمها وسط مش صغيرة، بتطلع حلوة جدا، الحجم بتاعها بيطلع حلو جدا. شايفين بقى بعد ما قطعتها بالتساوي قد بعضها؟ شايفين؟ زي السلايم بجد، يعني فعلا طرية جدا في ايدي. ببدأ ان انا احطها بقى في صواني واطية او صواني عالية مش مشكلة. وانا مش بدهن الصينية على فكرة، لان كمية المادة الدهنية او السمن اللي فيها كافي جدا ان هي ما تلزقش مني في الصواني. هبدأ بقى مثلث مثلث ان انا اخده واعمله كورة وابدأ اضغط عليه بسيط جدا، على فكرة مش بضغط جامد علشان الخميرة ما تموتش في ايدي. يعني زي ما احنا شايفين ده كده بكورها
واضغط بسيط خالص خالص القطعة بتاعتي او القرصة بتاعتي. هنا بقى هاخد الجزء التاني، انا خلصت الجزء الاولاني، وهبدأ ان انا اقطعه بنفس الفكرة علشان يبقى كلهم قد بعض. دي افضل طريقة في ان انت تقطعي كل القرص قد بعضها. شايفين انا ماشية ازاي؟ هاخد بقى مثلث مثلث، ونفس الكلام اللي عملته في الجزء الاولاني هعمله في التاني. هخلص بقى نص كل الكمية بتاعتي، النص التاني ده. وعايزة اقول لكم كل الكمية الكيلو كله طلع لي 24 قطعة. حجم حلو جدا مش صغير على فكرة، يعني في الصواني شايفينه حجم وسط، لكن بعد التسوية بتلاقوه الحجم كبر. هنا بقى نص الكمية هعملها بالسمسم، والنص التاني سادة. النص اللي بالسمسم هدهن الوش بحليب، وابدأ ان انا اوزع عليه السمسم من فوق. هنا خلصت دهن الحليب، هبدأ ان انا ارش على الوش كده سمسم. ولو حابة تحطي او تضيفي من عندك حبة البركة مفيش اي مشكلة خالص. حابة تحطي شمر وينسون من على الوش مفيش اي مشكلة برضو، بس يكون مطحون علشان ما يحرقش. هبدأ بقى ان انا احطه في الفرن على درجة حرارة 210 لمدة من 15 ل20 دقيقة بالظبط. تابعي الفرن، واول ما تستوي اديها لون ذهبي بالشواية او المروحة الداخلية. انا شغلت المروحة الداخلية اداني اللون الذهبي الجميل اللي انتوا شايفينه ده، لون رائع. شايفين بقى شكلها عامل زي الكايزر بتاع البرجر، بجد بأمانة طالع فعلا رائع. طراوة رهيبة، طراوة قعدت تقريبا يومين واكتر من يومين بالطراوة بتاعتها، من غير ما اشيل في الفريزر واطلع. هو تقريبا في يومين كان الكيلو خلص، من جماله ومن حلاوته. طعمه بجد بجد رائع. عمل كل الكمية اللي انتوا شايفينها دي، وحجم مش صغير. تعالوا نشوف بقى الجمال ده من جوه. شايفين القرصاية بتتكلم عن نفسها. بصوا بقى، بصوا من جوه عاملة ازاي، زي السحابة بدون مبالغة، هش جدا وزي السحابة فعلا من جوه. حتى التسوية بتاعتها مظبوطة جدا جدا. شايفين التسوية من فوق ومن تحت رائعة. بعد ما بتخلصي تسوية بتشغلي الشواية عليها بتاخد لون جميل، او بتشغلي المروحة الداخلية زي ما قلتلك. شايفين طراوتها رهيبة يا جماعة. تعالوا نشوف اللي من غير سمسم، نفس القوام ونفس الهشاشان، جميلة جدا برضو. شايفين عاملة ازاي من جوه؟ بصوا التسوية مظبوطة جدا على الشعرة. شايفين قلبها عامل ازاي من جوه؟ رائعة. تتاكل بقى بالجبنة او بالمربى او بالعسل زي ما تحبي. جميلة جدا جنب كوباية الشاي في الفطار الصبح. بجد بجد اشجعكم تجربوها وتكتبوا لنا ارائكم في كومنتات. دي حاجه بتسعدني وبتشجعني اني اكمل. لو وصلتوا معايا لغايه هنا ما تنسوش تعملوا اللايك والشير لكل الناس اللي بتحب القرص الطريه الفلاحي البلدي. اذا كنت لسه ما اشتركتوش انزلوا اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل اشعاراتنا بفيديوهاتنا الجديده. خلصت وصفتنا، انتظروني في وصفات احلى واحلى من مطبخ فراوله. شكرا ليكم ولمتابعتكم.